السفر اصلا لازم نفهم ضريبه السفر. السفر عموما بياخد منك وبياخد منه، بياخد من علاقتكم انتوا الاثنين. طيب بياخد منه هو احساس الود واحساس الدفى واحساس الالفه اللي بيكون موجود بيه في وسطكم، حاسس ان انت قريبه منه. على رأي مثلا زي ما بيقول البعد بيعلم الجفا، ان ما كنتيش على اتصال دايما بالحته بتاعتك اللي جواه، فالحته دي مع الوقت هتجمد وتنشف. غصب عنه هتحس ان الشخص اللي جاي لك ده شخص تاني مش عارفاه، غصب عنك وعنه هتلاقي تتفاجئي بالشخص ده لما ينزل ان هو بقى شخص تاني، مش ده اللي انت عارفاه او مش ده اللي انت اتجوزتيه او ده اللي كان عايش معاكي، وده غصب عنه بفعل الغربه والبعد وكمان الشغل والطحن على طول. لان افهمك الموضوع زي ازاي، هو راكن مشاعره على جنب، راكن الجانب الخاص بمشاعره وقلبه وطاقته وحتى ايا كان العاطفيه والانسيه على جنب لوحدها مركونه. كل اللي شغال مخه وجسمه، هو شغال في شغل، غصب عنه تحسي ناحيته انه بقى قاسي، تحسي بالاسى فجاه. فده لا واعي وده طبيعي. عشان كده بنقول خليكي على تواصل مع الحته اللي جواه، الحته اصلا اللي هي بتاعتك تمام وبتاعته. فلو وقت صغير جدا في اليوم، ممكن كل يومين، عشان مثلا بيبقى اوقات مضغوط ومشغول تعبان مجهد مش قادر يتكلم، حتى ما تضغطيش، سيبيه يرتاح، بعد كده اتكلمي بالطريقه بتاعتكم انتوا وهو. حاولي ان انت تتكلمي معاه بمنتهى اللطف والارتياح كده. مثلا عملت ايه في يومك؟ طيب الموضوع الفلاني خلصته ازاي؟ او عملت ايه؟ حصل ايه الجديد في كذا؟ طيب انت مشيت ازاي في الموضوع ده؟ طب الموضوع ده نهيته ازاي؟ طب بدأت فيه ازاي؟ طب ايه الخطوة اللي انت اخدتها؟ وهكذا. اي موضوع ايا كان. من هنا هو الباب اللي جواه اللي على طول مقفول ووراه تراكمات كتير غصب عنه هيتفتح وهيبتدي يطلع منه اللي محبوس، لان اللي محبوس ده بيأذيه هو نفسيا، يخليه يحس بالتقل على صدره غصب عنه. التقل ده بيربي بعد كده كتمان، والكتمان ده بيقلب بغموض وبيقلب بجفا في القلب نفسه.